يسعد لي مساكم وشكرا للي شير لي الفيديو. وصفة كتير طيبة وخفيفة ولذيذة، ومثل ما لكم شايفين هي لمحبين الدايت والشوكة والسكينة والدهن والسقسقة وهي القصص. الله يرضى عليكم الفيديو مو لإلكم. طبعا نقعت الملفوف تقريبا وقت منيح بالمي والملح، وبعدين غسلته وقطعته وحطيت له ملح وفلفل وبابريكا، وحطيت له زيت الزيتون وغطيته وحطيته على نار هادية وتركته يستوي على بخار المي. هلا بالنسبة للصوص عبارة عن طحينة ولبن وملح وعصرة ليمون وشوية مي، وخفقتهم كتير منيح وجهزتهم. وعذرا إذا صوتي فيه شي حاسة ماني مرتاحة. المهم بعد ما استوت الطبخة، ما بعتبرها طبخة، هي مقبلات بصراحة، سكبتها وحطيت لها الصوص وقطعت حواليها بندورة. لأنه بصراحة حابة أقنع هيك راسي معدتي إنه الأكلة تكون شوي فيها دسامة. فكمان هيك قليت جنبها خبز مقلي. وهي أكلة كتير طيبة وكتير لذيذة وحلوة تكون مقبلات. بس اللي بيحبوا السقسقة والدهنة والحومات بصراحة ما بيمشي الحال معهم. فحلوة للي حابب يعمل دايت، كتير كتير طيبة ولذيذة ورايقة الأكلة. وجربوها وإن شاء الله تعجبكم وبالعافية.